لو عندك بقى معلقتين زيت من بتوع التموين يبقى لازم تيجي وتجربي الاختراع الرهيب ده. في الاول بقى كده معانا في الخلاط 3 بيضات يكونوا بدرجه حراره الغرفه، هنضيف عليهم فانيليا وكوبايه الا ربع من السكر، هنخلطهم كويس مع بعض، وبعد كده هنضيف عليهم كوبايه وربع من الدقيق، معلقه صغيره من البيكنج باودر، وكمان معلقه كبيره ونص من الكاكاو الخام، عليهم معلقه كبيره من الخل. هنخلطهم في الخلاط، وبعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت، عليهم كمان ربع كوبايه من الميه، وتقدري تخلي الميه لحد نص كوبايه لحد بس ما تحسي ان الخليط بقى سائل معاكي. وكمان ازازه الميه هنبدا نفتحها بالشكل ده، ومعانا بقى طاسه على نار هاديه هنبدا نحط فيها العجين. اول لما يبدا ياخد لون من تحت على طول بنقلبه على الناحيه التانيه لحد ما ياخد معانا اللون اللي انتوا شايفينه، ما بياخدش دقايق. وطبعا تقدري تقدميه بالشكل ده او تزينيه بشويه من الشوكولاته، وتلزقي كده اتنين في بعض، وبعد كده تغطسيهم في الشوكولاته وتزينوهم مثلا بشويه من الشوكولاته وشويه من الفرماسيل. طبعا بقى هندخلهم التلاجة حوالي نص ساعه. ولو عجبتكم الفكره يا ريت ما نبخلش على الفيديو بلايك، وربنا يحسن ما بين ايديكم.